الشوفلة خضرتي المفضلة، واليوم شاركتكم بواحدة من الطرق لنوجد بها هذا الخضرة المحبوبة في عائلتي. تبعوني. نجيب راس الشوفلة ونحي منه دوك الوريدات برك، حاولوا في التقطاع يكون حجمهم متوسط، سيتادير ما كبير يجي صامت ما صغير يتحرحر لكم. نغسله مليح بالماء والخل ونحطه في كسكاس ونملحهم ونديرهم يفوروا حتى يطيبوا مليح مع المحافظة على شكلهم بيان سور. هنا غادي ندير الخلطة التقليدية اللي نقلو بها الشوفلة واللي فيها البيض المتبل بالملح والفلفل والثوم. ندير كمشة كبيرة نتاع معدنوس، نضرب ونخلي الميلونج ابار. جبت صدر الدجاج مطحون وغادي نتبله بالبصل الاخضر اللي بنته في هذا البلا خير من البصل العادي. نزيد الملح الفلفل الكحل والسكنجبير، لا شابلور للطراوه، نزيد المعدنوس مغرف صغيره موطارد، ومن بعد نلم كل شيء بصفار حبه بيض. نكور الكفته الكويرات متوسطين ونخليهم ابار باش نولي لهم من بعد. وهنا نشوف الغفار نفوته في البيض المتبل ونقليه كيما نديرو كي نطيبو طاجين الشوفلوغ العادي اللي بالمرقه. نشفه الماكسيموم من الزيت ومن بعد نولي للدجاج ونفوت هادوك الكويرات في الفرينه ونحطهم ينقلاو حتى يتحمروا على نار متوسطه، ولازم تتاكدوا باللي طابوا مليح من الداخل. نوجد لاصوص بيشاميل اللي راني باغيتها خفيفه، درت مغرف زبده ومغرف فرينه، حمصتهم شويه بلا ما نلونهم بيان سور، وزدت عليهم 2 كيسان ونص حليب. وباش نزيد بنة على بنة للبيشاميل نتاعي نفتت مكعب جumbo مرق الدجاج، ما ننساش فلفل كحل. وهكذا الكغاطا نتاعكم غادي يكون غارق في اون صوص بزاف بنينه. نجيب البلان تاعي وندير المونتاج تاع الكغاطا. حطيت وريدات الشوفلور، حشرت في وسطهم كرات الدجاج، نشخشخها مليح مليح بالفرماج، ومع تالي نغرق كل شيء في البيشاميل نتاعي البنينه واللي كيما وصيتكم لازم كديروها خفيفه. نرش الفرماج المرابي باش يغراتيني الوجه، وندخل الكغاطان يتحمر ويتجمر في الكوشه، واروحوا طلعوا على البنه. ما عندي ما نقول. على بروشين.